علم ابنك قواعد الهيبة، وهي قواعد مهمة جدا في حياته. هم 13 قاعدة، بس لازم تعرفوا الأول إن الهيبة مش صوت عالي ولا شد وجذب ولا فرض سيطرة. الهيبة أسلوب ووعي واحترام، واحترام للنفس قبل أي حاجة. أول قاعدة معانا: ما تهزرش بإيدك. الهزار يا جماعة بالإيد بيكسر الحواجز وبيسحبك لمنطقة تقلل منك مهما كانت نيتك. ده معانا وهي مهمة جدا. مش مهم لبسك الغالي، المهم انه يكون نظيف. يا جماعة النظافة نظافة الشكل والنظافة الشخصية وريحتك الحلوة ونفسك الطيب، خصوصا وقت القرب والكلام، دول عنوانك قبل ما تنطق بحرف واحد. تالت قاعدة معانا وهي مهمة برضو: اختيار معاركك. يعني ما تدخلش مشاكل مع حد وانت حاسس انه ما يستاهلش، لانك كده بتنزل لمستواه. ساعات التجاهل احيانا يا جماعه ارقى اشكال الهيبه واكرام لنفسك. رابع قاعده معانا: ما تخليش صورتك تهتز. يعني ايه؟ يعني راجل ما تدخلش خناقه مع ست، ولو انت ست ما تدخلش خناقه مع طفل. الهيبه مش في الكسب، الهيبه يا جماعه في الموقف نفسه. خامس قاعده معانا: ما تقارنش نفسك يعني ايه؟ يعني اللي من جواه شبعان عمره ما يهتز قدام مخلوق. دي مهمة جدا. سادس قاعدة معانا: ما تقاطعش كلام حد. ما عندناش الثقافة دي تماما. ما يا جماعة ما ينفعش نقاطع حد وهو بيتكلم إلا للضرورة، ولازم تقول له بعد إذنك كمان. ما ينفعش نقاطعه وخلاص. الاحترام يا جماعة بيزود قيمتك من غير ما تتكلم. سابع قاعدة معانا: النصيحة اللي يطلبها البس. يعني ما ينفعش ننصح حد هو ما طلبش النصيحة منه، حتى لو ما قالكش انت مالك، عينه ممكن تقولها. تامن قاعدة معانا: ما تجاوبش على كلام ما حدش وجهه ليك. يعني مش كل كلام يستاهل رد، ومش كل رد هيزودك. تاسع قاعدة معانا: اسكت لو كلامك مش أحلى من سكوتك. يا جماعة النقطة دي مهمة جدا. اللي بيتكلم حالك، واللي بيسمع شارب، واللي بيسمع أكتر قيمته وهيبته بتزيد. عاشر قاعدة معانا وهي مهمة جدا: ما تشكيش كتير، لا هموم ولا قلة فلوس. الشكوى يا جماعة بتقلل، والناس بتتقلل من الشكاوي مهما كان. طيب، القاعدة ال11: كلمتك عنوان. يعني ما توعدش حد وتخلف، اللي ملوش كلمة ملوش قيمة. القاعدة ال12: ما تفرضش نفسك على حد. اللي عايزك خليك معاه، واللي مش عايزك خلاص براحته. عز روحك وامشي من غير ما تتحايل. القاعدة ال13 والأخير: خليك صاحب شخصية. يعني ما تمشيش ورا رأي حد، ولا تغلط مع اللي بيغلط، ولا تخاصم علشان حد مخاصم. حكم عقلك الأول وما تبقاش دليل لحد. ولازم تعلم ابنك إنه يسامح لما الاعتذار يجي. الكبار دايما يا جماعة بيسامحوا وهم قادرين. وما تعتذرش على حاجة ما غلطتش فيها، ولما تغلط غلطتك تكون محسوبة علشان اعتذارك يفضل محافظ على صورتك. وفي الآخر، الهيبة مش إن الناس تخاف منك، الهيبة يا جماعة إنهم يحترموك حتى وإنت ساكت.